السلام عليكم، إن شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم راح نحكي عن اليوتيوبر تعرضوا للتنمر، تعرفوا عليهم. بس قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. ويلا نبلش الفيديو. ظاهرة التنمر ممكن تواجه أي حدا فينا، وكثير من اليوتيوبر واجهوا هاي الظاهرة، منهم إيمان مشيع، وهي ابنة العائلة المشهورة عائلة مشيع. إيمان لبست الحجاب وهالشي كان بقرار منها وبدون أي ضغط أو تدخل من عائلتها، لكن التنمر اللي تعرضت له إيمان من ضمن تعليقات سلبية، وتعرضت لهجوم كبير من متابعينها هو من جبرها على الحجاب، وكتير ما عجبهم شكل إيمان بالحجاب وبلشوا يتنمروا على شكلها. لكن والد إيمان قدر يوقف هالتنمر بأن إيمان هي اللي قررت تلبس الحجاب. ثاني يوتيوبر هي نور ستارز، وهي من أشهر يوتيوبر بالشرق الأوسط، لكن قبل 6 سنوات أيام ما كانت عايشة بأمريكا تعرضت للتنمر والعنصرية في مدرستها الثانوية، وهالموقف اللي تعرضت له نور خلاها تتمنى العودة لبلادها، وهذا الموقف صار لها في درس تعليم القيادة. ولكن نور تأخرت عن الحصة وتعرضت لشوي تحذير من أستاذها حتى لا تتأخر مرة ثانية على الحصة. لكن في بنت كانت معها في الحصة وبدأت تتنمر عليها ولبسها طريقة حكيها، لكن بالنهاية نور أخذت حقها بالقانون بدون ما توقع أي حد بالمشكلة. ثالث يوتيوبر هو أبو فلة، من أكثر يوتيوبر شهرة، وهو أيضا تعرض للتنمر قبل ما يقارب 3 سنوات. أبو فلة واجه تنمر في التعليقات السلبية لما واحد من المتابعين دمج صورته مع صورة أنجولة وكان يقول هل في شبه، وبدأ المتابعين يتنمروا عليه وبلشوا يتنمر على محتواه وحكوا انه بيقلد بندريته. لكن ابو فلة واجه التنمر وما اثر عليه، لكن بالعكس تجاهل الموضوع اكمل مسيرته وقدر يحقق النجاح اللي هو فيه حاليا. رابعا ميلا ابنة انس وأصالة. ميلا في بداية مدرستها في المرحلة الابتدائية من عمرها، مثل ما حكى انس وأصالة انه هي ما بتحب تروح على المدرسة بسبب التنمر، لكن أنس وأصالة قدروا يسيطروا على هذا الشيء. خامسا روان وريان، لما المذيعة سألتهم هل تعرضتوا للتنمر قبل هيك، وكانت إجابتهم نعم. تعرضوا روان وريان للتنمر، وهذا الشيء كان من متابعينهم في التعليقات، ومنها تنمر تعرضوا عليه إنهم بيحطوا مكياج كتير وهم صغار، لكن روان وريان قدروا يتخطوا هالشيء. سادسا سيدرا بيوتي، يلا حذفت جميع الفيديوهات على قناتها على اليوتيوب بسبب التنمر، وهالشي اللي كان من زملائها في المدرسة اللي كانوا دائما يحكولها انه هي مو حلوة، وهالشي خلاها تحذف فيديوهات. لكن سيدرا قدرت تتخطى هالتنمر وبلشت ترجع تنشر على اليوتيوب. سابعا رهف برو، واللي تعرضت للتنمر بسبب شهرتها، وهالشي كان من طلاب مدرستها، فبلشوا يتنمروا عليها وعلى قناتها وعلى فكرة الشهرة، ويلي كان يتنمروا عليها من أقرب أصدقائها. وهسه نكون خلصنا الفيديو، إن شاء الله نكون عجبكم استمتعتوا معنا. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على يوصلكم كل شيء جديد. مع السلامة.